حبايبي طلبة تالتة ثانوي، تعالى كده نعلمك ازاي تقدر تحل مسائل فردية. احنا اتفقنا ان القانون الرسمي اللي بيحل المسائل اللي هو بيقول 1 مول من العنصر اللي احنا عايزينه بيحتاج الى زد فردي. اهو نكتب مع بعض كده 1 مول من العنصر بيحتاج زد فردي. هنا بقى لازم تسأل نفسك 3 أسئلة. هو المول ده انا هعمل بيه ايه؟ قال لك المول ده ممكن تتحكم فيه في 50 اتجاه. ممكن تخليه 22 و4 من 10 لتر، يعني تستغنى عن المول وتحط مكانه 22 و4 من 10 لتر. ده لو طلب منك حجم غاز في الظروف القياسية، او جاب لك اي رقم وتمييزه لتر. وممكن نستغنى عنه ونحط مكانه عدد افوجادرو. نستغنى عن مين؟ عن المول. ده لو طلب منك عدد الجزيئات، عدد الذرات، عدد الايونات. وممكن نستغنى عن المول برضه ونحط مكانه الكتلة المولية. وطبعا الكتلة المولية هنا اللي هو يقول لك علما بأن الألمنيوم ب 27، الكروم ب 52. ده لو طلب في المسألة حاجة فيها كتلة أو جاب لك رقم تمييزه جرام. وممكن نشتغل بالتركيز في الحجم لو دخل في محلول وعاوز حجمه أو تركيزه. وممكن نشتغل بالمول زي ما هو ما نزعلوش ولا نغيره لو المسألة طلب فيها عدد المولات. يبقى أنا عندي كده المول ممكن ياخد اتجاهات كتير. ممكن ياخد اتجاهات اللترات، الجزيئات، الكتل والجرامات، المحاليل والتركيزات، أو يطلب عدد المولات. ده المول. طيب الزد دي بقى بنجيبها ازاي؟ سهلة خالص. الزد دي هي عبارة عن تكافؤ العنصر اللي احنا بنتكلم عليه مضروب في عدد ذراته اللي اتكونت. مش فاهم يعني ايه عدد ذراته اللي اتكونت؟ يعني مثلا لو انا بتكلم عن غاز الاكسجين، انا عارف ان تكافؤه ثنائي، بس هما كام ذرة؟ 2. يبقى الزد هنا هتبقى ب4. طب بتكلم عن الهيدروجين، احادي، بس هما ذرتين. طب بتكلم عن النيتروجين، ثلاثي، يبقى احط 6. يعني بشوف التكافؤ بكام واضرب في 2. طب لو جاب لي عيلة الهالوجينات، فلور، كلور، بروم، يود، كل دول احادي، يبقى اضرب في 2. ده عشان اطلع قيمة الزد. طب ممكن ما اضربش في 2؟ لو جاب لي عنصر احادي الذر زي الفضة، زي النحاس، زي الألمونيوم. يعني الفضة هنا عايزة 1 فاراداي، النحاس 2 فاراداي، 3 فاراداي. يعني قيمة الزد هنا بالتكافؤ مباشر. لكن قيمة الزد في اللي فوق دول لازم اضرب التكافؤ في 2. لسه ناقصني مين بقى؟ الاف نفسها. هل انا هشتغل بالفاراداي ولا هشتغل بحاجة غير الفاراداي؟ لو المسألة شغالة بالكولومات يبقى انت هتستغنى عن الفاراداي ده وتحط مكانه 96500. هستغنى عن الفاراداي واحط مكانه كام؟ 96500. طب لو هو هيشتغل بالفاراداي هسيبها بالفاراداي زي ما هي. يعني لو المسألة فيها فاراداي سيب الاف زي ما هي، لكن لو فيها كولومات وتيار وزمن شيل الاف وحط مكانها 96500. تعالوا كده ندخل على شوية مسائل ونحلهم مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي طلبة تالتة ثانوي، النهاردة إن شاء الله بعلمكم إزاي تحلوا مسائل فردية. طبعا إحنا قلنا إن عندنا قانون أساسي بيحل مسائل فردية، اللي هو 1 مول من العنصر اللي أنت بتتكلم عليه بيحتاج إلى زد فردي. واتفقنا إن نعمل إيه في المول؟ ممكن نخليه لترات، جزيئات، ذرات، أيونات، تركيز في حجم، نحوله لجرامات. قلنا يعني إيه الزد؟ اللي هو تكافؤ العنصر في عدد ذراته. وقلنا المسألة تبقى بالفرضي أو بالكولوم. طب نحل أول مسألة. هو عاوز يتكلم عن كتلة، يبقى لازم نستغنى عن 1 مول ونحط الكتلة المولية بتاعته اللي هي بكام؟ ب40. يبقى 40 جرام من عنصر الكالسيوم. هل انت هتشتغل بالفرضي؟ لا. لا ليه؟
لأنه هو قايل لي في صياغة المسألة في الأول أهو 48250 كولوم. طالما هيشتغل بالكولوم نشيل الفرضية ونحط 96500. لسه ناقصنا الزد اللي هو التكافؤ، وعنصر الكالسيوم تكافؤه ثنائي. يبقى كل 40 جرام من عنصر الكالسيوم محتاجين إلى 2 في 96500. احسب كتلة مين؟ الكالسيوم. نحط تحت الكتلة س ونحط قصادها 48250 وطرفين في وسطين نطلع كتلة الكالسيوم. السؤال التاني بيقول بالتحليل الكهربي لمحلول كلوريد الصوديوم تم إمرار تيار 5 أمبير لمدة نص ساعة. بداية طالما عطيلك تيار وعطيلك زمن اضربهم في بعض الأول وهات كمية الكهربية. 5 أمبير في نص الساعة بنحط مكانها 60 في 60 ونطلع الناتج. كده يبقى معانا مين؟ معانا كمية الكهربية. خلاص تطلع مثلا 9000 كولوم. ارجع اكتب بقى القانون اللي انا بمشي عليه حل المسائل، اللي هو بقول بقى الواحد مول من العنصر اللي انا بتكلم عنه محتاج الى زد فردي. طب الواحد مول، طب انا هسيب المول زي ما هو؟ لا طبعا، لان هو طالب مني كتلة مين؟ الهيدروجين. يبقى لازم نستغنى عن المول ونحط الكتلة المولية. الهيدروجين بواحد وهم هيدروجينتين يبقى ب2 جرام. طب محتاجين كام فردي؟ الزد بقى، الزد مش تكافؤ ذرة، تكافؤ اللي اتكون. طب اللي اتكون ذرتين وكل ذرة تكافؤها أحادي، يبقى نشيل ال H2 ونحط 2 فردي 2. الحتة اللي لسه ناقصة بقى الفردي، أسيبه فردي ولا أقلبه كولوم؟ طالما كمية الكهرباء اللي جاية في المسألة جاية بالكولوم لازم تقلبه كولوم. يبقى 96500. دي الخطوة الأولى. احسب عند مين؟ أيوة عند الكتلة. أحط س لو مررت كهرباء مظبوط 9000 كولوم واضرب طرفين في وسطين. السؤال اللي بعده بقول عند إمرار كمية من الكهربية نص فردي، طالما شغال بالفردية اشتغل بالفردية معاه، لمصهور كلوريد المغنيسيوم عاوز كتلة المغنيسيوم. طب ما هو الواحد مول من المغنيسيوم بيحتاج إلى زد فردي. أسأل نفسي 3 أسئلة، انت هتشتغل بالمول ولا هتقلبه حاجة تانية؟ هقلبه كتلة. يبقى تستغنى عن المول وتحط الكتلة المولية مظبوط 24. هتشتغل بالفرضية ولا بالكولوم؟ طالما المسألة جاية فرضية اسيبها فرضية زي ما هي. يبقى لسه ناقصني الزد تكافؤ عنصر المغنيسيوم تكافؤ ثنائي. يبقى كل 2 فرضية بيرسبوا ال 24 طلباتك. طب لو انا مررت بقى نص فرضي يرسب كام جرام؟ واضرب طرفين في ايه؟ في وسطين واطلع الناتج 6. السؤال اللي بعد كده بيقول سبيكة مكونة من النحاس والذهب كتلتها 20 جرام وضعت كأنود في خلية إلكتروليتية فيها محلول من كبريتات النحاس. طبعا هي نفس فكرة تنقية النحاس من الشوائب، وبفرض ذوبان كل نحاس السبيكة وترسب، يعني كل النحاس اللي طلع من الأنود اترسب على الكاثود بالكامل بعد مرور 5 أمبير لمدة ساعتين. بداية نعرف الأول معانا كهرباء قد إيه، نضرب التيار في الزمن، يبقى نضرب 5 في ساعة اللي هي 60 ونطلع الناتج 18000 كولوم. دي كمية الكهرباء بتاعتنا. احنا عايزين نركز الأول هو عنصر النحاس اللي راح اترسب منه قد إيه. يبقى نقول له لو أنا خدت مول من عنصر النحاس أنا بحتاج 2 فردي. ليه؟ لأن النحاس تكافؤ ثنائي. طب أنت هتشتغل بالمول ولا هتقلبه جرام؟ طبعا شغلنا كل جرامات. طب النحاس موله بكام؟ ب63.5. يبقى كل 63.5 جرام من النحاس محتاجين 2 فردي، يعني 2 في 96500. طب ايه اللي خلاك تحولها الى كولوم؟ لان المسألة جايه بالكولومين. طلباتك يبقى هيترسب قد ايه؟
لما نمرر ال 18,000 ونبدأ نشوف هو رص بقد إيه. هتطلع كتلة النحاس 5 جرام و92%، بس هو أصلا بالسبيكة كلها 20. طب هو عاوز نسبة مين؟ الذهب. طب ما أنا لو طرحت الرقم ده من ال20 اللي فوق هجيب كتلة الذهب، هتطلع 14 جرام و8%. طب هو عاوز كتلة ولا عاوز نسبة؟ نسبة. يبقى نسبة الذهب هتساوي 14.08 قاسم على 20 واضرب في 100 هتطلع 70%. يبقى كده انا اتكلمت عن عنصر النحاس اللي داب من الانود وراح اترسب على الكاثود. السؤال اللي بعده بيقول عند التحليل الكهربي لمحلول كلوريد النحاس ما كتلة النحاس؟ طالما هو اتكلم عن النحاس اقول له الواحد مول من النحاس بيحتاج 2 فاراداي لانه ثنائي. طب هو عاوز كتلة، يبقى نشيل كلمة المول ونحط الكتلة المولية 63.5، محتاجين 2 فاراداي، صح؟ هو بيقول ما كتلة النحاس المترسبة عند الكاثود عندما يتصاعد 1.12 لتر من الكلور عند الأنود. هنا بقى هو اسم المسألة نصين. ليه؟ لأن أنت مش هتعرف تكمل المسألة دي إلا لما تعرف كمية الكهرباء اللي مرت في الدايرة قد إيه. طب وأعرفها إزاي؟ هستخدم بقى لترات الكلور في دي. إزاي؟ أقول له بما أن الواحد مول من الكلور، والكلور طبعا بيعوز 2 فاراداي، نشيل المول ونحط مكانه 22.4 لتر بيعوزوا 2 فاراداي. طب انت هتكون قد ايه؟ 1.12 لتر تعوز كام فاراداي؟ هتطلع كمية الكهرباء في المثال ده 1/10 فاراداي. ارجع اخدها بقى في المسألة بتاعتي واحط هنا 1/10 واحط هنا س، اضربها في 36.5 على الآلة الحاسبة واقسم على 2 يطلع الناتج 3.175، 3.18 اقرب حاجة لها. يعني الفكرة بتاعتها ان احنا هنجيب كمية الكهرباء اللي تسببت في تصاعد 1.12 لتر من الكلور وعوض بها في مسألة النحاس. ما عدد الفرضي اللازمة لتكوين الألمنيوم من أكسيد الألمنيوم كتلته 10.2، يبقى هو بيتكلم عن الألمنيوم. أقول له إن الواحد مول من الألمنيوم أولا بيحتاج 3 فرضي. أرجع ما اشتغلش بالمول، أشيل المول وأحط الكتلة المولية. الكتلة المولية ب27 بتعوز 3 فرضي. طلباتك كم فرضي؟ أحط هنا س وأحط قصادهم بقى الرقم اللي هو جايبه اللي هو 10.2 على الآلة الحاسبة. 10.2 في 3 يساوي على 27، طلع الناتج 1.1. طبعا لو احنا مشينا بالمنظر ده يبقى احنا قرينا المسألة غلط. ليه؟ لأن هو لما جه يقول كتلته انت ما ركزتش. هو قصده كتلته كتلة أكسيد الألمنيوم كله على بعضه، وأنا ما بشتغلش بمركب. أنا لازم أعرف الألمنيوم لوحده بكام أو الأكسجين لوحده بكام وأقدر أحدد الفرضي بتاعي. يعني احنا دلوقتي شغالين غلط. يبقى الصح إن 10.2 دول ما هماش كتلة الألمنيوم. مال دي مين؟ دي كتلة أكسيد الألمنيوم على بعضه. يعني اللي 2O3 ممكن أجيب منه كتلة الألمنيوم لوحده، واحسب هنا الكتلة المولية 2 في 27 وهنا 3 في 16 زائد 2 في 27، وارجع احط هنا كتلة أكسيد الألمنيوم واحط قصاده س واضرب طرفين في وسطين. هيطلع الناتج هنا 5.4. كده أنا معايا كتلة الألمنيوم خلاص اللي كونت. أقول له بقى وبما أن الواحد مول من الألمنيوم بيعوز 3 فاراداي والألمنيوم ب27 محتاج 3 فاراداي، يبقى الرقم اللي أنا معايا ده اللي هو 5.4
يعوز كهرباء قد إيه؟ وأضرب طرفين في وسطين وأطلع الناتج. يطلع الناتج 6/10. يبقى الفكرة هنا إن الكتلة دي مش كتلة الألمونيوم، كتلة أكسيد الألمونيوم على بعضه، لازم أجيب الألمونيوم لوحده. السؤال اللي بعده بيقول كمية الكهربية اللازمة لتصاعد واعطيني تمييز جزيء يبقى فيه افوكادرو واتكلم عن غاز الأكسجين. دايما في البداية بنقول إن الواحد مول من غاز الأكسجين بيحتاج 4 فاراداي، لأن الأكسجين تكافؤ ثنائي وهو عنده 2 أكسجين. نستغنى عن المول ونحط مكانه عدد افوكادرو ونسيب ال4 فاراداي زي ما هي. كمية الكهربية أحط هنا س وأحط بقى عدد الجزيئات اللي هو عطيه في المسألة وأصفي الناتج على الآلة الحاسبة. هيطلع الناتج على الآلة الحاسبة 8/10 فاراداي، ولو ما كانش طلع فيه إجابة بالفاراداي كنت أضرب في 96,500 وأشتغل بالكولوم. السؤال اللي بعده بيقول ما كمية الكهربية اللازمة لتكوين مجموعة من الأيونات؟ طالما أيونات يبقى أفوكادرو برضه، يبقى هنقول له إن الواحد مول من النحاس بيحتاج 2 فاراداي. الواحد مول من النحاس يعني 6.2 في 10 أس 23 أيون، بيعوز 2 فاراداي. طلباتك هو بقول ما كمية الإيه؟ الكهربية. يبقى أحط الرقم اللي هو جايبه اللي هو 36.12 في 10 أس 23 وأحط قصاده السينة بتاعتي وأضرب طرفين في إيه؟ في وسطين وزي ما تطلع ممكن تطلع مثلا 12. ما كمية الكهربية اللازمة لتصاعد 1.12 لتر من الهيدروجين من غاز الهيدروجين عند التحليل الكهربي وجاب المعادلة. هل المعادلة بتهمني في حاجة؟ لا، أنا آخد الهيدروجين وخلاص. طب آخد منه كم مول؟ هي تاخد منه مول 2 3 في الآخر بتطلع نفس الناتج، لأن أنت هتقول الواحد مول من غاز الهيدروجين بيطلع 2 فاراداي. لو قلت 2 مول هيطلعوا 4 فاراداي، 6 مول هتطلع 12 فاراداي، في المقص بتروح مع بعضها. يبقى كل مول من الهيدروجين محتاج 2 فاراداي. طب ال 2 فاراداي دول بقى نشيل المول ونحط مكانه 22.4 لتر. ارجع اقول له ما كمية الكهربية، احط هنا س واحط هنا 1.12 لتر واضرب طرفين في وسطين ويطلع الناتج 1/10. السؤال اللي بعده بيقول كم ساعة، يعني عاوز الزمن لاختزال مول من الذهب للذهب الصلب. طبعا من موجب 3 ل0 يبقى أنا عايز 3 فاراداي، يعني المول الواحد من الذهب بيحتاج 3 فاراداي. بس واضح طالما عايز الزمن يبقى أنا مش هينفع أشتغل بالفاراداي، لازم أقلبها الأول كولوم. يبقى أقول له المول الواحد بيحتاج 3 في 96,500 كولوم. يبقى أنا كده معايا كمية الكهربية اللي هترسب الذهب ده، وبما أن كمية الكهربية بتساوي التيار في إيه؟ في الزمن. أنا معايا كمية الكهربية 3 في 96,500 ومعايا الزمن مجهول ومعايا شدة التيار 4.2. أقسم بقى 3 في 3 في 96,500 أقسمهم على 4.2. الناتج اللي هنا اللي هو الزمن طبعا هيطلع بالثواني، أقسم على 60 في 60 عشان يقلب بالساعات زي ما هو عاوز. ينتج فلز الألمنيوم بالتحليل الكهربي لمصهور أكسيد الألمنيوم ما الزمن اللازم لترسيب 18 جرام عند مرور تيار شدته نفس الفكرة، عاوز الزمن بس شغال المرة دي جرامات. طيب الواحد مول من الألمنيوم هو تكافؤ ثلاثي يبقى عاوز 3 فاراداي. مش هنشتغل بالمول، هنشتغل بالجرام. الألمنيوم بكام؟ ب27 جرام. عاوز كام فاراداي؟ 3، بس نضربها في 96,500 عشان نطلع الناتج بالكولوم. طيب هو بقى عاوز يرسب كام جرام بالظبط؟ 18
يعوزوا كهرباء قد إيه. وبعد ما نطلع كمية الكهرباء نقول بتساوي التيار في الإيه؟ الزمن. إحنا معانا كمية الكهرباء ومعانا شدة التيار 20 أمبير، يبقى لسه ناقصنا مين؟ الزمن، ونحسبها على الآلة الحاسبة، والناتج اللي يطلع نختاره على طول لأن هو جايب التمييز بالثانية. عند إمرار تيار كهربي لمدة ساعتين، يعني الزمن بتاعنا 2 ساعة، يعني 2 في 60 في 60. ماشي. ترسب 5.6 جرام حديد. طب ما احنا نقول له الواحد مول من الحديد بيحتاج 2 فاراداي. ليه 2؟ لأنه قايل إن الحديد تكافؤه ثنائي. طب أنا هشتغل بالمول؟ لا، بالجرام. يبقى نشيل الحديد ونحط مكانه 56 جرام، بيعوزهم 2 في 96,500. ليه حولت؟ عشان نقلب كيلو. طب احنا معانا كتلة قد ايه من الحديد؟ 5.6، تعوز كهرباء قد ايه؟ وبعد ما نطلع كمية الكهربية نقول التيار في الزمن. كمية الكهربية معانا، ومعانا كمان الزمن لسه جايبينه ب7200، يبقى لسه ناقصنا شدة التيار. وممكن نعمل الكلام ده كله هنا من غير ما نعمل خطوة زيادة. أسئلة سهلة وبسيطة، بس القانون نمشي عليه على طول بيحل كل المسائل. السؤال بيقول أمر تيار شدته 7 أمبير في نترات أحد العناصر في زمن 4 دقايق. يبقى أول خطوة لازم نجيبها كمية الكهربية اللي معانا. التيار في الزمن 7 أمبير، 4 دقايق، والدقيقة نضرب في 60. نضرب كده على الحاسبة، 7 في 4 في 60، 1680 كيلو. نقرا بقى إيه؟ فكانت كتلة الكاسود قبل التجربة ب 12، كتلة الكاسود بعد التجربة بقت 13 وشوية. طب ما أنا كده ممكن أطرحهم من بعض أعرف الكتلة اللي اترسبت على الكاسود قد إيه. 13 88، شيل منهم ال 12 اللي احنا عملناهم، يبقى لسه جرام و88. دي الكتلة اللي اترسبت. وبعدين نعمل ايه بقى؟ نشتغل مقص. هو عاوز مين؟ الكتلة المكافئة. سهل نجيب الكتلة المكافئة، بس ما نستخدمش القانون بتاعنا، نستخدم القانون التاني اللي هو الواحد فاراداي دايما بيرسب الكتلة المكافئة. ده القانون التاني اللي بيساعدنا على حل المسائل. الواحد فاراداي ب96,500. الكتلة المكافئة بكام؟ ما نعرفش. ارجع اقول له بقى طب لو انا مررت 1.6 8 ده بيرسب 1.8 8، واضرب طرفين في وسطين، ومنها اقدر اجيب الكتلة المكافئة. يلزم مرور تيار كهربي شدته 15 أمبير لمدة 50 دقيقة. يبقى أجيب الكف الأول، أضرب شدة التيار في الزمن 15 أمبير و50 دقيقة، يعني 50 في 60، تطلع 45,000 كولوم. هذه الخطوة الأولى. هو طالب إيه في المسألة بقى؟ هو عاوز الكتلة الذرية، يعني الكتلة المولية. طب والكتلة المولية اجيبها منين؟ من 50 مكان. يعني لو انا قلت مثلا الواحد مول وهو بيتكلم عن عنصر تكافؤ ثلاثي، يبقى اقول له محتاج 3 فاراداي. طب انا عاوز الكتلة المولية، يبقى اشيل كلمة المول ده اهي واحط مكانها الكتلة المولية او الكتلة الذرية للعنصر. عاوز 3 فاراداي، يعني 3 في 96,500. طالما في مجهول فوق يبقى اللي تحته معطى. اللي تحته معطى يعني ايه؟ الكتلة قد ايه؟ اهي 9 جرام 35. طب الكهرباء اللي مرت قد ايه؟ 45,000. نجيب الآلة الحاسبة، نضرب 9 علامة 3 5 في 3 في 96,500 واقسم على 45,000، يطلع الناتج 60 15. يبقى الإجابة بتاعتنا ألف ومظبوطة.
السؤال اللي بعده بيقول عند إمرار 1.5 فاراداي في كلوريد الفلز إم يترسب نص مول. عاوز يعرف العنصر ده أحادي ولا ثنائي ولا ثلاثي ولا تكافؤ إيه بالظبط. طبعا العنصر ده علشان نعرف التكافؤ يعني نجيب الزد، ممكن نقسم على طول كمية الكهرباء اللي مرت في الدايرة على عدد المولات. يعني نقسم 1.5 فاراداي على عدد المولات بنص، يطلع العنصر تكافؤه ثلاثي. دي طريقة كمية الكهرباء على عدد المولات، أو أقول له بما أن الواحد مول من هذا العنصر بيحتاج زد فاراداي، وأنا أصلا ما أعرفش الزد بكام، أنت قايل لي إن ال1.5 فاراداي بيرسبه نص مول، بما أن النص عايز 1.5 يبقى المول على بعضه عاوز كام؟ تطلع الناتج 3، يبقى العنصر ده تكافؤه ثلاثي، يبقى نختار الصيغة الثلاثية. عند إمرار تيار شدته 5 أمبير لمدة 15 دقيقة، يبقى لازم نجيب الأول كمية الكهربية، نضرب التيار اللي هو 5 أمبير والزمن اللي هو 15 والدقيقة اللي هي 60. طبعا 15 في 60 ب 900، صح؟ 900 في 5 ب 4000 ونص. كولوم. طب هو عايز بقى يحتوي على ايونات عنصر ام، بس ما قالناش العنصر ده احادي ثنائي، بس ادالنا الكتله الموليه بتاعته. ترسبه ادى الكتله المترسبه. ما الصيغه الكيميائيه لهذا العنصر؟ يبقى لازم نعرف العنصر ده تكافؤه ايه. ممكن نقول الواحد مول من هذا العنصر تكافؤه ايه؟ ما هو التكافؤ اللي هو الزد. طيب نشيل المول ونحط مكانه الكتلة المولية اللي هو اللي هي دي، والتكافؤ ما نعرفوش. طب ايه بقى المعلومة اللي هو عطيها؟ بقول لك ترسب 808 علامة لما مررنا كهرباء قد ايه بقى؟ 4 5 0 0، واضرب طرفين في وسطي. طلع الناتج هنا اللي هو الزد فاراداي 289 047، 289 047. طب الفاراداي بكام؟ ب 96500، يبقى الزد ده هتساوي الرقم اللي احنا طلعناه على 96500، هيطلع العنصر ده تكافؤه ثلاثي، يبقى ندور على الصيغة اللي تكافؤها ثلاثي. السؤال اللي بعده بيقول الشكل المقابل يعبر عن خلية تحليلية لمصهور أكسيد الحديد الثلاثي عند مرور تيار 10 أمبير لمدة ساعتين. يبقى أول حاجة نجيب كمية الكهرباء، التيار ب10 وساعتين، ونضرب في 60 تي ونطلع الناتج بتاع ده. يطلع الناتج كام؟ 6 في 6 في 36 في 2 ب 72، يبقى 72,000 كولوم مروا في الدايرة. طيب هو عايزة بقى فإن حجم الغاز اللي تصاعد عند الأنود. طبعا اللي هيروح عند الأنود هو الأكسجين، لأنه قايل مصهور يعني مفيش منافسة. يبقى أقول له الواحد مول من غاز الأكسجين بيحتاج إلى 4 فاراداي. الواحد مول من غاز الأكسجين بيحتاج إلى 4 فاراداي. شيل المول وحط مكانه 22.4 بيحتاج إلى 4 فاراداي، يعني 4 في 96,500. طلباتك. طب حجمه قد إيه؟ هو عاوز الحجم. لو مررنا في الدايرة 72,000، نجيب الآلة الحاسبة ونقول 72,000 في 22.4 على 4 في 96,500، طلع الناتج 417. مظبوط. السؤال اللي بعده بيقول عند إمرار كمية من الكهربية بس ما قالش قد إيه في نيتريد المغنيسيوم ترسب 48 جرام من المغنيسيوم عند الكاثود، فإن حجم النيتروجين المتصاعد عند الأنود. المسألة دي نصين،
نجيب كمية الكهرباء بمعلومية أرقام المغنيسيوم ونعوض بها عند النيتروجين. إزاي؟ أقول له الواحد مول من المغنيسيوم ثنائي يبقى عاوز 2 فاراداي، والمغنيسيوم قايل ب24، يبقى كل 24 جرام عاوزين 2 فاراداي، صح؟ طيب المعطى هنا بقى، المعطى اللي هو هيساعدني في المسألة ب 48، يبقى ال 48 جرام دول يعوزوا كام فاراداي؟ واضرب طرفين في وسطين، كده هطلع كمية الكهربية اللي في الدايرة بتاعتنا ديت 4 فاراداي. أقوم رايح للنص التاني، أقول له بقى، أقول له أنا عاوز النيتروجين، يقول لي 1 مول من النيتروجين بيعوز كام فاراداي؟ 6، لأن النيتروجين تكافؤ ثلاثي، صح؟ طب هو عاوز حجمه، نشيل المول ونحط 22.4 والستة فاراداي نسيبهم زي ما هم. طلباتك، طب حجمه هيبقى قد إيه لو مررنا 4 فاراداي؟ ونضرب طرفين في إيه؟ في وسطين. هيطلع الناتج 14.93. دي كانت امتحان مصر السنة قبل اللي فاتت. السؤال اللي بعده بيقول عند إمرار كمية من الكهربية في مسحور البوكسايت تصاعد اللي ترد من الأكسجين، يبقى اللي هيترسب من الألمونيوم قد إيه؟ ماشي؟ طبعا عشان نحل دي برضو هنقسمها نصين، لازم نعرف الأول الكهرباء اللي كانت معانا قد إيه. ماشي؟ هنقول له 1 مول من غاز الأكسجين بيعوز 4 فاراداي. طب هو شغال باللترات، يبقى كل 22.4 عايزين 4 فاراداي. طب 44.8 تعوز كام؟ وطرفين في وسطين ونطلع قيمة السين، هتطلع 8 فاراداي. أروح الناحية التانية بقى للألمونيوم، الألمونيوم ب27 تكافؤ ثلاثي يبقى عاوز 3 فاراداي. طب أنا معايا أصلا كام فاراداي جبتهم؟ ال8 فاراداي، يطلعوا كتلة قد إيه؟ يبقى س هتساوي 8 في 27 على 3 فالتسعة، ال8 ب9 ب2 وإيه؟ و70. يعني أنت بتجيب كمية الكهرباء من هنا تعوض بها هنا. السؤال اللي بعده بيقول ينتج فلز الألمنيوم بالتحليل الكهربي لمسحور أكسيد الألمنيوم ما عدد مولات فلز الألمنيوم الناتجة من إمرار التيار والزمن. يبقى لازم يكون معايا الكف الأول، التيار 9.65 والزمن 5 واضرب في 60 على الآلة الحاسبة. 9.65 في 5 في 60 يساوي 2.895 كولوم. دي كمية الكهربية. أرجع أقول له بقى إن ال1 مول من الألمنيوم بيحتاج إلى 3 فاراداي، يعني ال1 مول من الألمنيوم 3 في 96,500 عشان أقلبها كولوم. طب أنا معايا كهرباء قد إيه؟ 2.895 تطلع لي كام مول؟ واضرب طرفين في وسطين، يعني الرقم ده يتقسم على 3 في 96,500 يطلع الناتج 1/100 مظبوطة. السؤال اللي بعده بيقول، وده كان في امتحان السنة اللي فاتت، عند إمرار تيار كهربي في مسحور XCl4 تصاعد 33.6 لتر من الكلور. يبقى احنا هنا هنركز على غاز الكلور. طبعا ال1 مول من الكلور بيعوز 2 فاراداي، وال1 مول أصلا ب22.4 لتر بيعوز 2 فاراداي. طب احنا معانا كام؟ 33.6 يعوز قد إيه؟ واضرب طرفين في وسطين واطلع الناتج. طلع الناتج مثلا 3 فاراداي. دي الناحية الأولى. عايزة بقى عدد مولات العنصر X المترسبة على الكاثود. طبعا الإكس هنا تكافؤ رباعي، أقول له ال1 مول من العنصر X محتاج 4 فاراداي، يبقى هيترسب منه قد إيه لو مررنا
التلاتة فاراداي، ويطلع الناتج 3/4 يعني 75%. أسئلة سهلة آخر السنة، مش صعبة ولا حاجة عشان ما تقعدش تخوف نفسك. ما عدد الفاراداي اللازم لتحليل مول من أكسيد الألمنيوم؟ هو ما قالش مول من الألمنيوم، يعني قصده إن المركب ده على بعضه عشان يتحلل بالكهرباء محتاج قد إيه؟ محتاج 6 فاراداي. ليه؟ لأن المركب ده فيه 2 ألمنيوم، والألمنيوم تكافؤه ثلاثي، يبقى 2 في 3 يبقى محصتها كام؟ 6 فاراداي. ما قالش مول من الألمنيوم، كنا قلنا 3 من المركب كله. كم فاراداي يلزم لتصاعد نص مول من الغاز X بالتحليل الكهربي لمحلول يحتوي على Na3X؟ واضح ان العنصر X تكافؤه ثلاثي، يبقى 1 مول من غاز X يحتاج 6 فاراداي. ليه 6؟ ما هي الإكس الواحدة ثلاثية وأنا كاتب إكسيتين، عاوز تقول كده أهو 1 مول وتكتب إكس واحدة وتحط قصادها 3 فاراداي، ما هتطلع نفس الناتج. ماشي؟ يبقى المول الواحد من غاز إكس عاوز 6 فاراداي. طب لو أنا عايز نص مول منه يبقى أنا عاوز 3 فاراداي. السؤال اللي بعده بيقول عند إمرار كمية من الكهربية مقدارها 1/10 فاراداي في محلول كلوريد الصوديوم. طبعا محلول كلوريد الصوديوم هيحصل له منافسة مع الأقطاب. هنا منطقة الكاثود السالب، وهنا منطقة الآنود الموجب. المكسب والخسارة بقى فين؟ الصوديوم هيخسر ويتصاعد عند الكاثود غاز الهيدروجين، وتتبقى مجموعات ال OH في المحلول زي ما هي. وعند الأنود سيتصاعد غاز الكلور. ماشي؟ طيب السؤال بقى بيقول هل سيتصاعد 1/10 مول من الكلور عند الأنود؟ طب هعرف ازاي إن كان 1/10 ولا لأ؟ أقول له بما أن الواحد مول من غاز الكلور بيحتاج 2 فاراداي. صح؟ طب أنت ممرر 1/10 يحتاج كام؟ يبقى نضرب 1 في 1/10 على 2. 1 في 1/10 على 2 هيطلع الناتج 5/100. وطبعا هو ايه ال1/10؟ يبقى دي إجابة غلط. طب سيتصاعد 1/10 مول من الهيدروجين عند الكاثود، بس هو كاتب جنبها وتقل قيمة البي اتش، مع ان هنا القاعدية بدأت تزيد فالبي اتش هتزيد. يبقى احنا ندور يا تزداد بي اتش دي يا دي. يتصاعد 5/100 مول من الصوديوم غلط، لأن الصوديوم أصلا هيخسر، يبقى أكيد ما عادش الأخيرة سيتصاعد 5/100 مول من الهيدروجين. لترسيب جرام لكل ذرة من فلز. هو لما يقول لي جرام لكل ذرة يعني بيقول لي مول كامل، والمول الكامل دايما بيحتاج زيت فاراداي. يلزم كمية 3 فاراداي. طالما 3 فاراداي يبقى العنصر اللي أنا بدور عليه تكافؤ ثلاثي. ما عدد مولات الإلكترونات اللازمة لاختزال مول من الحديد الثلاثي ليبقى حديد ثنائي؟ طبعا من ثلاثي لثنائي يبقى أنا عايز 1 فاراداي. الواحد فاراداي هو 1 مول من الإلكترونات. الواحد فاراداي 6.2 في 10 أس 23. ماشي؟ يبقى ما هي عدد مولات الإلكترونات؟ أقول له 1. ولو كان قال لي عدد الإلكترونات أقول له 1 في أفوجادرو. السؤال اللي بعده بيقول خليتان تحليليتان يمر فيهم تيار متساوي. طالما خليتين يبقى احنا هنطبق قانون فاراداي التاني، طالما الاتنين بيمر عليهم نفس الكهرباء، هما الاتنين بيمر عليهم تيار متساوي. احتاجنا 60 دقيقة لترسيب مول من كاتيون الكالسيوم. أولا الكالسيوم ثنائي، فعلشان 1 مول من الكالسيوم يترسب يبقى أنا محتاج 2 فاراداي. يبقى أنا كده عرفت كمية الكهرباء. يبقى كمية الكهرباء اللي مرة معايا 2 فاراداي، يعني 2 في 96,500. دي كمية الكهرباء.
خدت زمن قد إيه؟ 60 دقيقة. طب ما أنا كده ممكن أعرف شدة التيار، قاسم كمية الكهرباء على الزمن اللي هو 60 دقيقة في 60 عشان نحول. لقينا إن شدة التيار اللي مرت في الدايرة 53 61 أمبير. طبعا اللي مر في الدايرة الأولى هو اللي مر في الدايرة التانية نفس شدة التيار، يعني ت في دايرة القرون بقى هتبقى برضو 53 61 أمبير. قال إيه بقى؟ فما هو الزمن اللازم لاختزال مول من الكروم الثلاثي؟ يبقى كده الواحد مول من الكروم عشان يختزل عاوز 3 فاراداي، يعني عاوز 3 في 96500. كده معايا كمية الكهرباء، يبقى معايا التيار ومعايا الكهرباء. هو طالب من بقى الزمن، يبقى نقسم 3 في 96500 على 53 61، هيطلع الناتج 5400. نقسمهم على 60 عشان نرجع الزمن للثواني، هيطلع الناتج 90 دقيقة. يبقى أنا خدت التيار اللي في الدايرة الأولى عوضته في الدايرة الثانية. السؤال اللي بعده بيقول إذا كانت كتلة المادة المتكونة عند كاسود الخلية A. طبعا الخلية A هنا سالب، هنا موجب، هنا سالب، قصده الكاسود يعني قصده هنا. طبعا الخلية A الكاسود عندها هيروح له صوديوم. طب الصوديوم ممكن يكسب لأنه مسحور بيكسب عادي، يبقى الخلية A عندها صوديوم. ما كتلة المادة المتكونة عند أنود الخلية B؟ طبعا الأنود ده والأنود ده اللي بيتصاعد عنده غاز الكلور، يبقى عندي B هيطلع غاز الكلور لأنه بيكسب في المنافسة. طب إزاي بقى نجيب من خلية لخلية؟ نطبق قانون فاراداي التاني اللي هو مترسبة 1 على مكافأة 1 مترسبة 2 على مكافأة 2. مترسبة 1 اللي ترسب هنا 2.3 على كتلته المكافأة الكتلة الذرية للصوديوم 23 وتكافؤه حادي. الناحية التانية الكلور اترسب عنده كام ما نعرفش، تصاعد يعني. طب كتلته المكافأة بكام؟ 35.5 على 1. نضرب كده بقى طرفين في وسطين، طلع الناتج المسألة 355. السؤال اللي بعده بيقول لوحظ ترسب 12.8 جرام من النحاس على القطب B وترسب 14 جرام من السيريوم على القطب D بعد مرور فترة زمنية معينة. عاوز عدد تأكسد السيريوم، يعني عاوز يعرف السيريوم ده التكافؤ بتاعه بكام. طالما خليتين ومتصلين على التوالي نطبق قانون فاراداي التاني. مترسبة 1 12.8 على كتلته المكافأة 63.5 على 2 اللي ترسب في الخلية التانية، ونسيب الكتلة المكافأة بتاعته على بعضها مجهول. طب وبعد ما نضرب طرفين في وسطين كده هيبقى معانا الكتلة المكافأة. أيوه بس هو عاوز التكافؤ. طب ما هو التكافؤ بيساوي الكتلة الذرية على الكتلة الإيه؟ المكافأة. تعال نمسك كده الآلة الحاسبة ونحسب الحسبة بتاعتنا. 31.75 في 14 على 12.8. طلعت الكتلة المكافأة 34.72. نعوض هنا بقى. الكتلة الذرية بكام؟ ب 140 وهو بكام؟ ب 34.72. معلش 34 مش راضي يكتب. 34.72 140 على 34.72 يساوي، طلع الناتج تقريبا 4. يبقى العنصر اللي أنا بدور عليه عنصر تكافؤه ربع.
السؤال اللي بعده سؤال كويس، بيقول عند إمرار تيار 2.5 أمبير لمدة 45 دقيقة. أول حاجة بفكر فيها أجيب كمية الكهرباء اللي مرت في الدايرة. 2.5 في 45 في 60 تطلع 6750 كولوم. دي الكهرباء بتاعتنا. نشوف بقى عمل ايه. بقول بفرض ان المادة المترسبة هي كل ايونات النحاس، يعني كل ايونات النحاس راحت اترسبت على الكاثود. طب هو عايز بقى عتيلك حجم المحلول مش حجم الغاز، وعايز التركيز. حلو. طب ما عدد المولات بيساوي التركيز في الحجم، واحنا معانا الحجم، يبقى لسه عايزين عدد المولات. طب ما هو الواحد مول من النحاس من ايوناته يعني بتعوز 2 فاراداي، يعني الواحد مول بيعوز 2 في 96500. طب احنا لو مررنا 6 7 5 0 يبقى النحاس هيطلع منه كام مول؟ وكده هنعرف عدد مولات النحاس اللي كانت معانا. نحسبها على حسب. هيطلع عدد مولات النحاس 35 من 1000. هو طبعا بيغريني بدي، بس احنا لسه ما خلصناش. طبعا احنا عندنا السي يو اس او 4 لما ينزل في المحلول بيبقى سي يو موجب 2 اس او 4. احنا معانا ده بكام؟ ب 35 من 1000. يبقى اذا تركيز المحلول، عدد مولات المحلول الاصلي 35 من 1000. ده عدد ايه؟ مولاته. طب هو عاوز التركيز، اقول له التركيز بيساوي، طبعا عدد المولات بتساوي التركيز في الحجم، يبقى التركيز بيساوي عدد المولات اللي هو 35 من 1000 على الحجم نفسه اللي هو نص. نشوف كده آلة حاسبة. نقول على نص يطلع 7 من 100. في إجابة 7؟ أيوه، يبقى الإجابة الصح ألف. هقول بس حتة هنا فنية عشان تفهم بس المسألة دي. إيه؟ هو هنا إحنا جبنا أيونات النحاس ومنها عرفنا المحلول الأصلي. طب قدر مثلا كان معانا محلول زي ده سي يو سي ال 2، وده كان مطلع 2 سي ال، وكان معانا مولات ده زي المسألة دي. عشان نرجع نجيب تركيز المحلول الأصلي لازم نقسم على الاتنين دي، لكن فوق هي كانت مول واحد، مول واحد، فكان الرقم زي بعضه. لكن هنا قدامه 2 وهنا في الأصل كان واحد، فكنا لازم نقسم على 2. ده لو كان فكر تفكير أفضل في مسألة أفضل يعني. عند إمرار تيار كهربي شدته 10 أمبير لمدة ساعة، هنجيب الكف الأول، هنضرب التيار في الزمن. التيار 10 والزمن ساعة، ونضرب 60 في 60 فتطلع كمية الكهربية 36,000 كولوم. تكونت طبقة من النحاس على الكاثود وهاتلنا حجمها. طالب الكثافة. طب ما احنا عشان نوصل للكثافة لازم نجيب الكتلة، يبقى أقول له 1 مول من النحاس بيحتاج 2 فاراداي. 1 مول النحاس ب63.5 بيحتاج 2 فاراداي، يبقى 2 في 96,500. ماشي. يبقى قد ايه من النحاس كتلة لو مررنا 36,000؟ كده هنقدر نجيب كتلة النحاس، ولما نجيب الكتلة وهو عاتلنا الحجم نقدر نجيب الكثافة. نشوف بس الأول الكتلة طلعت بكام على الآلة الحاسبة. هتطلع الكتلة 1184 جرام. ارجع اقول له انت عايز مين؟ يقول لي انا عايز الكثافه. الكثافه بتساوي كتله اللي هي 1184 على الحجم 1/322. نقسم كده على الآلة الحاسبة على 1/322. هتطلع الكثافة 8
و9 من 10.